في بداية الحلقة حابب أعزي كل عربي وكل فلسطيني في الأحداث الدموية اللي ما يقبلهاش أي دين أو قانون، وإن مهما كانت الأرض ظلمة فالسما أرحم بكتير، ومهما كان الظلم من العالم والخذلان من العرب ربنا شايف وهينتقم، وده وعده في القرآن الكريم أو الإنجيل المقدس. فخلص تعزينا لأسر الشهداء وبنتمنى الشفاء العاجل للمصابين والجرحى. نبدأ الحلقة. في الفترة الأخيرة وبسبب الأحداث اللي قطاع غزة بيمر بيها، واللي كانت بدايتها من عملية نفذتها مجموعة الشهيد عز الدين القسام واللي اتسمت بعملية طوفان الأقصى، بدأنا نسمع أسماء حركات سياسية كتير، مثلا اللي يقولك حركة حماس أو حركة فتح، آخرهم ناس قالت الإخوان المسلمين أو حزب الله اللبناني، وفي مجموعة تانية قالت إن حركة حماس هي حركة محظورة. افهموا الكلمة عشان الفيديو ما يتحذرش، محظورة. وبغض النظر عن الناس اللي بتقول حماس محظورة أو لأ، فده حقهم ورأيهم ويحترم أكيد. فخليكم كده عارفين في الأول بس إن جمهورية مصر العربية اللي هي بلدي صنفت حركة حماس سنة 2015 إن هي حركة محظورة. فبلادي بلادي بلادي لك حب وفؤادي كده وتحيا مصر 3 مرات. احنا مش هنفهم أكتر من الحكومة. طيب هو إيه اللي لم المصري على اللبناني على الفلسطيني؟ ده بقى موضوع حلقتنا النهارده. فخلونا نبدأ من عند أشهر شخص في الوطن العربي حاليا، ده إن ما كانش في العالم كمان، وهو المتحدث العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، وهو أبو عبيدة، واللي حرفيا كل بيان بيطلع من خلاله في ظرف ساعات قليلة جدا بيحقق ملايين المشاهدات. فمين هي كتائب القسام اللي أبو عبيدة بيتكلم باسمها دي؟ طيب أنا هنا هاخدك لورا شوية، تحديدا في قاعة سينما السامرة في غزة يوم 25 نوفمبر سنة 1946 لما جماعة الإخوان المسلمين تفتتح المقر الرئيسي ليها في فلسطين. طبعا انت هنا هتقولي قاعة سينما وإخوان مسلمين تيجي كيف دي يا أبو عمو؟ هقولك يا صديقي بكل بساطة، ما تسألنيش أنا، روح اسأل المصادر تحت اللي أنا أصلا سايبها لك من الألف للياء، ومن ضمنها كتاب حلو أوي يا ريت تقراه. كمل موضوعنا. في البداية كانت الجماعة كل شغلها في فلسطين عبارة عن نشاط ديني أو إصلاح اجتماعي وبس، يفضل الحال كده لحد أوائل الثمانينات، وكانت البداية مع وقوع الثورة الإسلامية في إيران سنة 79. خد بالك إحنا هنا لسه مفيش حماس ولا حركة مقاومة إسلامية بجد زي اللي بنشوفهم دلوقتي، إحنا هنا مجرد بنقول بسم الله في المشهد السياسي، هما لسه مغوطوش. يعني كان دور الجماعات الإسلامية هنا عبارة عن نشاط سياسي بسيط داخل الجماعات الفلسطينية، واللي كان النشاط السياسي ده أصلا عبارة عن انتقاد أو مواجهة أفكار منظمة التحرير الفلسطينية، لأنهم ما كانش عاجبهم طريقتهم في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وقتها. لكن الجد بدأ فعلا لما تحصل الانتفاضة الفلسطينية سنة 87 واللي اتسمت بانتفاضة الحجارة، وكان سبب الانتفاضة هو إن شاحنة إسرائيلية دهست مجموعة عمال فلسطينيين، وفضلت الانتفاضة دي مستمرة تقريبا من سنة 87 لحد 91، ووقفت بشكل كامل تقريبا سنة 93 لما تم توقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. ومن وقت الانتفاضة دي بقى سنة 87 بدأت جماعة الإخوان تدخل في العمل السياسي أكتر وتشارك في الانتفاضة كمان، ومن هنا اتأسست حركة المقاومة الإسلامية واللي معروفة باسم حماس. واسم حماس أصلا جاي من أول حروف في الكلمات، يعني مثلا حركة، ميم مقاومة، ألف وسين إسلامية. طيب احنا كده عرفنا ان الإخوان المسلمين كان لهم فرع في فلسطين، وكان كل حاجة بتحصل في فلسطين بتكون تحت عين القيادة بتاعت الجماعة في مصر، وتقوم جماعة الإخوان مؤسسة حركة المقاومة الإسلامية واللي هي حركة حماس، واللي اتأسست بسبب الانتفاضة الفلسطينية. وبالمناسبة حركة المقاومة الإسلامية حماس هي فرع من فروع الإخوان المسلمين أو جزء منها. في المستقبل حركة المقاومة الإسلامية هيكون ليها فرع خاص بيها أو جناح مسلح هيكون اسمه كتائب الشهيد عز الدين القسام. نخش هنا في جزء جديد من رحلة المقاومة، وهو هي ايه كتائب القسام وايه علاقتها بحماس اصلا. في البداية خلينا نعرف مين هو اصلا القسام او الشهيد عز الدين القسام، واللي اسمه بالكامل محمد عز الدين عبد القادر مصطفى يوسف محمد القسام،
ومحمد عز الدين ده يا صديقي ده اسمه لوحده، يعني هو اسمه مركب، اسمه محمد عز الدين. أما اسم الشهرة بتاعه فهو عز الدين القسام، واتولد في بلد اسمها جبلة في سوريا سنة 1882. اتعلم على ايد ابوه الشيخ عبد القادر القسام، واللي كان بالمناسبة امام مسجد المنصوري في مدينة اللاذقية السورية. ويروح عز الدين القسام القاهرة وهو عمره 14 سنة علشان يكمل دراسته في الازهر الشريف سنة 1896. ويفضل عز الدين القسام يدرس في الازهر الشريف 10 سنين كاملة لحد ما يرجع بلده تاني سنة 1906 علشان يتعين إمام مسجد إبراهيم بن أدهم. وكان عز الدين القسام وقتها بيحارب الاحتلال الفرنسي والإيطالي والبريطاني. كان من ضمنه هو حركة المقاومة في الوقت ده، بس مش مقاومة فلسطين، لا. ما تنساش يا صديقي إن في الوقت ده كان أصلا الاحتلالات دي كلها محتلة الوطن العربي، فهو كان على قد ما يقدر بيحاول يعمل حركة المقاومة زي باقي الشعوب العربية. المهم، عز الدين القسام يستشهد سنة 1935 في معركة بينه وبين القوات البريطانية، وطبعا كانت معركة غير منصفة وغير عادلة بالمرة نظرا لفرق الإمكانيات طبعا. ده كان بريف سريع كده حبيت أعرفكم فيه عن عز الدين القسام. طيب بالنسبة لكتائب القسام بقى هي إيه؟ ركز معايا كده يا صديقي وفتح لي مخك شويتين علشان اللي جاي فيه لعبكة كتير. في الأول كتائب القسام اتأسست سنة 1987، وطبعا هي اتسمت كده تقديرا للشيخ عز الدين القسام لأنه يعتبر رمز من رموز المقاومة. ونفذت حركة حماس عمليات كتير ضد الكيان المحتل، في منها عمليات انتحارية في قلب الكيان المحتل ذات نفسه أو المستوطنات بتاعتها، أو حتى مواقع عسكرية. يعني مثلا يوم 4 أكتوبر سنة 1993 واحد من عناصر كتائب القسام يسوق عربية مفخخة علشان يستهدف أتوبيس عسكري كان بينقل جنود الاحتلال لمقر قيادة الجيش في منطقة اسمها بيت إيل شمال مدينة رام الله. كانت نتيجة العملية دي موت 3 من جنود الاحتلال و30 جريح. في سنة 2001 يعني تقريبا في وقت الانتفاضة الثانية تعمل كتائب القسام كذا عملية انتحارية وسمتها وقتها العهدة العشرية، واللي نفذ العمليات دي 10 فدائيين، وكان نتيجة العمليات دي هو موت أو هلاك 30 واحد من اخواتنا البعدة. وفي نفس السنة تقريبا يكون في واحد اسمه سعيد الحتري يفجر ملهى ليلي اسمه الدلافين، ويموت في التفجير ده 21 واحد منهم و120 إصابة. وفي سنة 2002 تحديدا يوم 27 مارس تقوم كتائب القسام بعملية انتحارية في نتانيا ومات بسببها 19 واحد منهم وبرضه 120 جريح. وفي يوم 14 يناير سنة 2004 يكون في واحدة ست اسمها ريم الرياشي تفجر نفسها في معبر بيت حانون بعد ما نجحت ان هي تعدي منه، ويموت في العملية دي 4 من جنود الاحتلال وإصابة 10 منهم. وبالمناسبة ريم الرياشي دي تعتبر أول فدائية ست تفجر نفسها في تاريخ العمليات الانتحارية على حسب المعلومات اللي عندي يعني. ويوم 31 أغسطس من نفس السنة تقريبا تخطط كتائب القسام بعملية سمتها بئر السبع المزدوجة، والعملية كانت عبارة عن انهم هيستهدفوا اتوبيس تبع شركة مترو دان ويموت بسببها 17 واحد منهم وإصابة 100 كمان. العملية دي كانت عبارة عن رد من كتائب عز الدين القسام على اغتيال مؤسس الحركة وهو الشيخ أحمد ياسين، والقيادي في نفس الحركة عبد العزيز الرنتيسي. وفي سنة 2005 تنسحب إسرائيل من قطاع غزة بالكامل وتخلي مستوطناتها منه بسبب حركة حماس، وبعدها بسنة على طول تسيطر حركة حماس على حكم غزة، وتفضل العمليات مستمرة لحد ما نوصل للتاريخ اللي بقى محفور في ذاكرتنا وهو 7 أكتوبر 2023. تتم عملية طوفان الأقصى على إيد حركة المقاومة حماس. نهاية يا صديقي، حركة حماس برغم إنها مصنفة حركة محظورة في أمريكا أو الاتحاد الأوروبي أو الغرب عموما، بس لازم تعرف إنها تعتبر درع الحماية الأول لفلسطين برغم كل اللي بيحصل ده. وسواء يا صديقي انت متفق ان هي حركة محظورة او لا، فلازم تتأكد انها بتواجه حرب شديدة جدا من جيش احتلال ظالم وفاسد وضعيف، ولولا الدعم الغربي ما كانش هيبقى للجيش ده اي وجود. فربنا ينصرهم ويثبتهم في الحرب بإذن الله، وينصر اهل فلسطين بإذن الله. نفرح معاهم بتحرير الارض ان شاء الله. وعلى رأي المتحدث العسكري باسم كتائب القسام ابو عبيدة في مقولته الشهيرة لما قال: وإنه لجهاد نصر أو استشهاد. أشوفكم الفيديو الجاي.